ارفع راسك يا ميسي، اللي عملته تبين للعالم كله انه انت عم تلعب قدام 10 خشبات. دخل كان خسران فريقه 1-0، فات من اول لمسه سجل هدف، مش اي هدف، واحد من اجمل اهداف البطوله، دغري من بعد ساهم بهدف الثاني باخر دقايق، الدفاع خسره وتسجل هدف تعادل وخرج بالملعب مثل ما شايفين قدامكم بخيبه امل. شفتوا شو اكتر شيء مميز عند ميسي؟ قد ايه محبين وفرحانين، عم بشوفوه عم بسجل، جاي من اصابه، عم بيساهم باهداف، عم براوغ، عم بمتع، الا انه ميسي هو الوحيد منه مقتنع باللي صار. ليه؟ لانه بيهتم بفريقه قبل ما يهتم بنفسه، بيهتم بفوز الفريق قبل ما يهتم باهدافه وصناعه الاهداف. هيدا هو ميسي، متعه كره القدم ومعنى الوفاء الحقيقي لاي فريق بينضم له. قبل ما نحكي عن يونايتد ليفربول، هيدي الوردة يا جماعة إلها سر كبير عنا هون بالمنطقة، هلا بعد شو خبركم عنها. المهم الكل يحضر حاله لأنه اليوم حيكون خبر إقالة تين هاج من مصر يونايتد. وحضروا حالكم، تشيلسي حيلعب ويمتعنا ويمتعكم ويفوز ليصبح فرق فقط نقطتين عن يونايتد والمركز السادس. أما بالنسبة لهيدي الوردة، اللهم صل على سيدنا محمد، شم شفت لك. ارحم المانيا صراحة، ارحم المانيا كلوب.